الولد ده كان دايما لافت نظر البنات في المدرسة. البنات كانوا دايما بيقدموا له كيك معمول في البيت، لكن جاك ما كانش بيقبل غير كيكة واحدة بس بطعم البرتقال. وأول ما خدها راح مديها لآنا علشان عارف إن البرتقال هو طعمها المفضل. عمره ما عمل كده مع أي بنت تانية. جنبهم روث قالت إنها بتحب البرتقال كمان. ساعتها جاك اتنرفز وقال لها أنت دايما بتخدي اللي يخص آنا. روث اتغاظت جدا بس ما قدرتش ترد. هي أصلا كانت دايما بتتكلم على آنا من وراها، وآنا علشان تتجنب المشاكل كانت دايما بتتظاهر إنها ما سمعتش حاجة. بس جاك لاحظ إنها متضايقة فكان بيجي بهدوء ويشاركها الموسيقى اللي بيحبها. وفي الفصل كان جاك دايما بيهزر معاها. مرة شد خيوط الكابيشو بتاعها جامد وبعدين فتح الباب بسرعة، وساعتها اسفنجة الطباشير وقعت من فوق. ده طبعا كان مقلب من روث تاني. جاك اتعصب وركل الاسفنجة برجله، بس أنا ما كانتش فاهمة الحقيقة فزعقت له. بعد الحصة روث هددت آنا إنها تنظف لها مكانها. جاك شاف اللي حصل وسحب آنا بعيد وقال لها بطلي تحاولي ترضي كل الناس. وفي رحلة الخدمة المدرسية لدار المسنين جاك ساعد آنا في مسح الترابيز، وكمان كان بيتحجج يساعدها وقت الأكل. وأثناء ما كانوا بيغسلوا الملايات سوا جاك قال لها بهدوء ما تكمليش تكتمي مشاعرك علشان ترضي الناس وما تتجاهليش اللي بتحسيه. الكلام ده فاجئ آنا لأن جاك دايما كان شكله بارد ومش مهتم، بس المرة دي اتكلم بطريقة لمست قلبها. ولما جم يعلقوا الملايات علشان تنشف أنا ما كانتش قادرة توصل للحبل. جاك قرب وساعدها، ولما بصيت له قلبها بدأ يدق بسرعة وفجأة فقدت توازنها شوية، لكن جاك مسكها بسرعة قبل ما تقع. في الليلة دي لما رجعت البيت كتبت كلام جاك في دفترها، ومن اللحظة دي بدأت تحس إن علاقتهم بقت أكتر من مجرد صداقة. تاني يوم في لعبة الدوج بول الكورة خبطت آنا. روث كانت واقفة بتضحك بسخرية، بس حتى وهي مغمضة عينيها أنا ما كانتش بتفكر غير في جاك.